السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هوريكي ازاي تغيري من غرفة نومك بطريقة اقتصادية وبأقل التكاليف. كل سنة وانتم طيبين. احنا داخل علينا العيد، وطبعا في صيام العشرة ذي الحجة. كل عام وانتم بخير. فانا قلت اجهز نفسي قبل الصيام، وهوريكم دلوقتي احنا عملنا الفيديو الجميل ده ازاي. شايفين العلبة المذهب الجميلة دي اهي ماركتها عشان تعرفوها. ده علبة مذهب، هوريها لكم من الداخل عاملة ازاي اهي. انا طبعا اشتغلت بيها، هوريكم انا عملت بيها ايه. وده المثبت بتاعها عشان يديها اللمعة اللي احنا عايزينها. هنحتاج فرشة بنشتريها من نفس محل البويات، سعرها بسيط مش غالي. العلبة دي علشان ندهن الأوضة، السرير والدولاب والكومودين والتسريحة. يعني هنشتري أوضة نوم جديدة ب80 جنيه. العلبة دي ب80 أو ب85. أنا حقيقي جايباها ب85 جنيه. ثبت ده بتاخدي العلبة دي. الراجل قال هنحط شوية منها على العلبة دي، لكن أنا حطيت كل العلبة دي عليها عشان تدينا المثبت اللي احنا عايزينه. وهتشوفوا أجمل غرفة نوم تقولوش عروسة يا اخواتي. دي أوضة النوم بتاعتي. أول حاجة هعملها معاكم بإذن الرحمن، هفضي كل حاجة فيها زي ما انتوا شايفين. أنا بخرج كل شيء بره أوضة تانية، وهرتب معاكم البيت أوضة أوضة. أنا بشيل الصيفي والشتوي كده. أنا بحاول أرص الدولاب بتاعي، ولما يخلص أنا هوريكم. أنا مفرغة كل شيء كده تمام. أنا خرجت كل حاجة بره زي ما انتوا شايفين كده. ومعايا العلبة اهي وعليها المثبت ده. شايفين هوريكم غرفة النوم بتاعتي. الدهب بتاعها زي ما انتوا شايفين لونه صدى خالص. انا شايفين الجزء ده انا كده عملته. شايفين الفرق ما بين ده وما بين ده. دي طبعا ذهبي وبتلمع، ودي كانت صدت خالص. فانا هجدد الغرفة كلها. شايفين اللون مصدي خالص. طبعا اكيد شايفين الفرق ما بين دي وما بين دي. عايزة اوريكم حاجة مهمة جدا. وانتي بتاخدي الفرشة بتاعتك عشان ما توقعش منك في الارض. شايفين الارض عندي ما فيهاش ولا نقطة. بتقلبي البوية بتاعتك كده. طبعا هي مش بوية، هي دهب. ولازم تصفي الفرشة خالص كده اهو، وما تخليش غير على حرف الفرشة بس. هوريكي اهو. جينا مثلا انت هتحطي الاول الفرشة من تحت لفوق كده عشان اي نقطة مذهب ما تقعش. فانت بتاخديها كلها على العمود او على المكان اللي انت بتشتغلي فيه كده. خلاص مفيش سقسقة هتنزل. هتطلعي وتنزلي عشان تساوي المذهب بتاعك او اي لون انت بتعمليه. انا كنت عملت غرفة ابني من اللون الابيض للون الاسود في الفضي، وبرضو عملت فيديو عليه كان تحفة بجد وما كانش مكلف ابدا. شايفين بتطلعي وبتنزلي بالفرشة. الفرشة دي هتساوي معاكي اي حروف. انت بمجرد ما هتعملي مثلا كده اهو كده، الفرشة بتفرش معاكي على القد. شايفين بتاخدي الخط كده اهو وبتنزلي بيه، وبعدين بتطلعي وبتنزلي وبتساوي اللون بتاعك زي ما انت عايزه. شايفين الفرق ما بينهم؟ بالفرشة كده اعملي واشتغلي، وما تعتمديش على ان انت تروحي تكلفي نفسك اي شيء عشان يعملوها لك. 85 جنيه هجدد الغرفة بتاعتي والمعها واظبطها واخليها كأنها جديدة خالص. هكملها بالطريقة دي. حاجة سهلة خالص. الفرشة التخينة دي عشان تساعد في ان انت تفرشي المذهب بتاعها او اي لون انت عايزاه. شايفين المنظر ده؟ من المنظر ده السرير قبل ما انا المعه. شايفين الدراع ده انا عملته، وشايفين الوردة عاملة ازاي، الورقة بتاعت الشجر. وادي منظر السرير.
طبعا من الاستخدام الذهب باظ زي ما قلت لكم ب 80 جنيه العلبه دي زي ما انتم شايفينها اهي. انا بشتغل بايديا بالفرشه حاجه بسيطه كده. بصوا المنظر، ولا توجي لبتاع دوكو ولا توجي للاستورجي. 80 جنيه هتغيري غرفتك الالوان اللي انت عايزاها. على فكره انا عندي السفره بتاعتي لونها برضو بني مط، جبت لها لميعه حلوه قوي، هبقى اعمل لكم الفيديو بتاعه طبعا قبل ودي بعد. شايفين الجمال؟ وهتشوفوا انا بغير بايديا كل حاجه. حاجه بسيطه هتغير مجرى حياه الغرفه من شكل لشكل، هتوديها في مكان تاني خالص. شايفين الجمال والحلاوه؟ السرير بقى بينور ازاي. اشتغلي بايديكي، اعملي كل حاجتك بايديكي. شايفين الجمال؟ 80 جنيه بس هرجع غرفه النوم بتاعتي ولا اجدعها عروسه. حاجه بسيطه. فرشه اهي، التانية لقيتها تخينه شويه والشعر بتاعها وقع، رحت جايبه دي واجيني انا بشتغل. شايفين المنظر؟ دي كان المنظر الاولاني، وادي اهو. اعملي كده مسحي وبعدين حطي المذهب بتاعك من تاني. شايفين؟ بسيطه جدا يعني، مش محتاجه اي افتكاسات يا جماعه. انا ايديا اهي عشان تعرفوا اني شغاله بايدي. حاجه بسيطه خالص اهي. هنملاها تاني شايفين اللون ده من اللون ده. هخلصها كلها واوريكم الجمال. كده السرير بتاعنا خلص. شايفين منظره عامل ازاي؟ ده اخر كومينو وانا بعمله طريقه سهله. شايفين الفرق ما بين هنا وما بين هنا اللون عامل ازاي؟ هوريكم هنا اهو. شايفين الورده عامله ازاي اهو. اخر حاجه انا بوريها لكم. شايفين اللون تحفه، بس انا مش عارفه الاضاءه مبينه ولا لا. شايفين الجمال؟ هخلص بنفس الطريقه يعني، مش هتاخد منك اي وقت ولا تجيبي نقاش ولا تكلفي نفسك. الغرفه دي بقالها 30 سنه عندي، وانا بايدي في بيتي على طول، بعمل بايديا كل شيء وباقل التكلفه. دلوقتي انا طلعت الموكيت بتاعي والسجاد على السطوح وبوشته بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، وبندعك حته حته. وعندي حفيدي عمال يساعد يكب الميه. الموكيت هوريه لكم بعد ما ينشف رجع كانه جديد من تاني. الموكيت ده لونه على فكره موف، بس مش عارفه الاضاءه لما ينشف هوريكم عامل ازاي. بعد ما شلت الموكيت طلعت كل حاجتي طبعا على السطوح، وكده انا فرغت الغرفه بتاعت اوضه النوم خالص، وهمسحها وهفرشها واوريكم منظر غرفه النوم بعد ما خلصت باقل التكاليف. كده بقى الموكيت لما جينا فرشناه شايفين عامل ازاي. وكده دخلت الغرفه بتاعتي بعد ما لمعتها خالص، وهكمل فرش الغرفه. شايفين؟ ايه رأيكم؟ اوريكم بقى غرفة النوم بعد ما اتفرشت. يا جماله يا جماله يا جماله. كل حاجة بقت جديدة ورجعت كأني لسه جايباها حالا بأقل التكاليف. وادي الدولاب بس الإضاءة معاكسة، كل حاجة قدام عينيكم. وادي السراحة بتاعتنا اهي. رصيت الدولاب بتاعي بالمنظر ده، رتبته. شايفين كل حاجة لوحديها، الفوط، الملابس، الملايات، كل حاجة لوحديها خالص. وادي الضرفة التانية حاطة هنا الشنط بتاعتي، هنا الملابس العبايات كده. وادي الضرفة بتاعت الحاج بقى اهي. كل حاجة مترتبة زي ما انتوا شايفين كده. ونظمي ورتبي علشان ما تتعبيش نفسك في اي حاجة. البيت لما يبقى نضيف وحلو بيخلي النفسية حلوة جدا. ده منظر السرير. شايفين الجمال وشايفين الحلاوة؟ تقولوش لسه جايباه دلوقتي جديد. حاجة على قد كده، بس حاجة بتريح النفس يعني، تبقي مرتاحة نفسيا لما تلاقي بيتك حلو وجميل كده.
طبعا لسه ما حطيتش هنا الاباجورات. ورا السرير بحط برواز حلو قوي، كنت حاطه له ستاره وانا شلتها. وعندي هنا التلفزيون عشان لو حبيت انام واسهر عليه، وحاجه فرش بسيط وحاجه جميله. تقولوا لي ايه رايكم، وان شاء الله بعمل لكم فيديوهات. امرك يا رب ان شاء الله قبل العيد. احنا كل يوم مع بعضينا اهو. حاطه هناك كراسي، كرسي كده وكرسي كده، وطبعا عندي المكنسه حطاها والحاجات الزيادات. كل عام وانتم بخير. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك والسبسكرايب والكومنت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.